بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنحاول ان احنا نبني الداتابيز بتاعتنا من خلال منصة سترابي. بسرعة كده، ايه هي سترابي؟ سترابي هي اوبن سورس هيدلس CMS، يعني هي الباك اند بتاعك اللي هتبنيه على طول من خلال الجي او اي بكل سلاسة، ومجرد ان انت تربطها بالفرونت اند اللي انت كريته على طول. طيب عشان ما ناخدش وقت طويل، كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نعمل انستول للفيرجن الاخيرة بتاعت سترابي من خلال ان احنا ندوس على كوبي هنا، ونروح على الفولدر بتاعنا ايا يكن الفولدر ده اسمه ايه، ونبدأ نحط في التيرمينال بتاعنا هنا. لو مش عارف تفتح التيرمينال منين، فانت عندك في خيار التيرمينال فوق اهو، هتدوس عليه وتدوس على نيو تيرمينال، او تدوس على طول الاختصار كنترول شيفت والباك تيك الاخيره اللي هي تحت الاسكيب من عند الكيبورد بتاعك. طيب بننوه على حاجه، ان انت لازم تختار الباش عشان على طول تبدا ان انت في المستقبل تتعامل مع الجيت واوامر الجيت على طول من خلال ان انت تدوس على السهم ده وتختار الباش. طيب لو الباش عندك او الجيت باش عندك مش موجود، تقدر ان انت تعمل له انستول على طول من خلال ان انت تقول جيت انستول بالشكل ده، وهيبدأ يظهر لك اول لينك وتحمل النسخة بتاعت الويندوز وتشوف النسخة بتاعتك اصدارها كام. على سبيل المثال انا بتاعي 64، فهدوس عليه يعمل لي داونلود، فانا عشان اعمل داونلود فخلاص. طيب جميل جدا، هبدأ ان انا اعمل كوبي لللينك اللي انا خدته من هنا، وتقدر ان انت كمان تضيف حاجة زيادة، ان انت تعمل سبيس وتكتب اسم الفولدر بتاعك. فانا هسمي الفولدر بتاعي باك اند بالشكل ده، فهدوس انتر وهستنى ان هو يحمل معايا. بدأ ان هو يحمل معايا بالشكل ده، وبيقول لي حابب ان انت تعمل تسجيل دخول عندي انا كسترابي. انا هقول له سكيب. بيسألني أسئلة، بيقول لي أنت عايز تستخدم باي ديفولت الداتابيز بتاعك تكون سيكوال لايت؟ هقول له نعم. بيقول لي عايز تعمل دامي داتا أو دامي ستراكشر عندي في السترابي؟ هقول له لأ. بيقول لي عايز تستخدم التايب سكريبت؟ هقول له أيوه. بيقول لي عايز تنزل الديبندنسيز مع الام بي ام؟ هقول له أيوه. قبل الاخير هيقول لي عايز تعمل initiate او initialize للجيت ريبوزيتوري بتاعك؟ انا اقول له مش دلوقتي، لا. واخر سؤال بيقول لي عايز تعمل اي بي اي تيستنج؟ طبعا ده حاجه كويسه لسترابي، بس احنا مش هنستخدمها دلوقتي لان مش محتاجينها، فهنقول له لا. وهيبدأ ان هو يحمل معانا وننتظر التحميل. هنا بيكون حمل معايا وبيبدأ يظهر لي كذا امر عشان يقول لي تعمل بيلد ولا ديبلوي. انا مجرد بس ان انا هخش على الفولدر بتاعي، انا واقف على اوس، فانا هبدأ اقول له سي دي باك اند بالشكل ده، باك اند. وهبدأ على طول اقول له ايه اخر امر، هقول له npm run develop بالشكل ده واقول انتر. هيبدأ بقى ان هو يinitialize ال URL بتاعي اللي هبدأ اخش على منصة الادمن بتاعتي. فهنتظر كده ال URL يظهر لي. بدأ فعلا يظهر لي ال URL بتاعي، في مجرد ان انا هدوس كنترول هيبدأ يظهر لي السهم الكرسر بوينتر بالشكل ده، وهدوس عليه هيفتح لي على طول اللينك بتاعي على البراوزر بتاعي. فانا على سبيل المثال ده بدأ يظهر لي، وبيظهر لي اول صفحة اسمها صفحة الريجستريشن، ودي هتظهر لي مرة واحدة بس ومش هتظهر تاني. هنا بيقول لي بس دخل لي شوية البيانات بتاعتك. هبدأ ادخل بيانات عادي، هبدأ ادخل باسورد، وفي النهاية هعمل keep me update و let's start. بالفعل بيبدأ ان هو يدخل لي على المرحلة التانية، وبيقول لي انت الرول بتاعك ايه او التايب اوف ورك، انت الوظيفة بتاعتك ايه. فانا هقول له فرونت اند، انت تقدر تختار اللي انت عايزه، واقول له فينيش. وهيبدأ على طول يدخلني على الداشبورد بتاعتي، ويبقى انا كده خلصت اول مرحلة من السيت اب لسترابي.